كابتن عنده خبرة حسب التعديلات وجرب معدات مجربة ومختبرة. إزاي مركب صيد تختفي في أقل من 4 دقايق والطاقم عدى عليه مواسم كتير ونجا؟ في سنة 1981 اتبنت مركب الصيد كومباس روز في تكساس. المركب كان طولها 25 متر وعرضها 8 متر وعمقها 3.8 متر، وكان فيها 3 مخازن للأسماك اللي بيصطادوها. في الوقت ده كانت المركب تقدر تشيل لحد 95 قفص سلطعون مترصين على 3 مستويات فوق سطح المركب. كل قفص كان وزنه أكثر شوية من 300 كيلوغرام. في سنة 1985 اشترى المركب مالك جديد اسمه ديفيد ويلسون وسماها ديستنيشن. في سنة 1992 ديفيد ويلسون بعت ديستنيشن لمدينة سياتل في ولاية واشنطن علشان يعملوا تعديلات هيكلية. العمال قطعوا المركب نصين وركبوا جزء جاهز من الهيكل فيه مخازن جديدة، وفي نفس الوقت رفعوا غرفة القيادة بمتر واحد. التعديلات دي زودت طول الديستنيشن لحد 30 متر وعرضها بقى 9.8 متر. في أكتوبر 1992 قبل ما التعديلات تخلص، ويلسون جاب مهندس تصميم سفن علشان يحسب متطلبات الاستقرار والحمولة. مفيش خطط إنشائية للتعديلات، فالمهندسين رسموا رسومات للسفينة بنفسهم علشان يحسبوا الاستقرار ويعملوا تقرير. اعتمدوا على كابتن ديستنيشن وأحد ملاكها جيف هاثاوي في وزن الأقفاص. في أكتوبر 1993 المهندس عمل كتيب عن التوازن والاستقرار، فيه تعليمات عن إزاي يحافظوا على استقرار السفينة وكمية الوزن اللي يتحمل وفين يحطوا أقفاص السمك والوقود والمياه. الكتيب بيبين إن ديستنيشن تقدر تشيل لحد 249 قفص، كل واحد وزنه 317 كيلوغرام. في مايو 2011 كان في شغل زيادة علشان يركبوا هيكل فولاذي جديد في مقدمة السفينة. رفع القطعة الحديدية بيوفر حماية ضد البحر الهائج وبيزود وزن السفينة بأكثر من 1.5 طن. ديفيد ويلسون بيستعين بمهندس عمارة بحرية علشان يصمم مقدمة سفينة منتفخة تحت خط المياه لتقليل مقاومة المياه، وكمان يعمل تقييم جديد لاستقرار السفينة. المهندس بيعيد حساب الاستقرار باستخدام المعلومات من كتيبات التوازن والاستقرار لسنة 1993. في يناير 2013 بعثوا تقييمه. مقدمة: السفينة المنتفخة ملهاش تأثير يذكر، ومطلعش كتيب استقرار سفينة محدث. فرصة تانية ضاعت عشان يكتشفوا مشكلة كانت بتتراكم. ما بين 2016 و2000 ديفيد ويلسون اشترى 125 قفص سلطعون جديد. الأقفاص نفسها وزنها 326 كيلوغرام، ولما بيضيفوا المعدات وزنهم بيبقى أقل شوية من 400 كيلوغرام، يعني تقريباً 80 كيلوغرام زيادة عن الحسابات اللي استخدموها في كتيب التوازن والاستقرار الأصلي. في يوم 2 فبراير 2017 مدير الأسطول في شركة ترايدنت سي فودز في جزيرة سانت بول قال لويلسون إن المنشأة عندهم الطعام قرب يخلص ولازم سفينة ديستنيشن تجيب طعم أكتر. ويلسون نقل المعلومة دي للكابتن هاثاوي عن طريق رسالة نصية. بعد يومين في 4 فبراير وصلت سفينة ديستنيشن إلى ساند بوينت في ألاسكا بعد 27 يوماً من صيد سمك القد. الطاقم كان تعبان ومجروح ومنهك بعد ورديات شاقة. كانوا بيشتغلوا في المتوسط 20 ساعة ويريحوا 4 ساعات بس لمدة تقريباً شهر. حسب القانون الأمريكي مراكب الصيد مش لازم تلتزم بقوانين العمل والراحة اللي بتطبق على السفن التانية. ومش غريب إنه واحد من الطاقم يشتغل يومين ورا بعض عشان يحقق الحصة المطلوبة قبل ما الموسم يقفل. في ساندي بوينت الطاقم ما بيضيعش وقت وبيجهزوا المركب عشان يصطادوا بيليو أو سلطعون التلج. بيغيروا معدات صيد القد وبيحطوا أقفاص السلطعون على سطح المركب. الكابتن هاثاوي وديفيد ويلسون بيحطوا خطة عشان المركب توقف في كينغ كوف وداتش هاربور عشان يحملوا الطعم ويصلحوا تسريب في العادم.
في يوم 5 فبراير في رصيف وقود ترايدنت في ساندي بوينت، العمال بيحملوا ديستنيشن ب 57,644 لتراً من وقود الديزل و3 براميل زيت محرك وبرميل واحد زيت هيدروليك. بعد 3 أيام ديستنيشن بتتحرك متجهة لكينغ كوف. بعد 9 ساعات إبحار، هاثاواي وطاقمه وصلوا كينغ كوف وربطوا المركبة عند بيتر بان سي فودز، وهناك حملوا أقل شوية من طن و4 من طعم السردين. مفتش من إدارة الأسماك والصيد في ألاسكا فحص المركب وأصدر شهادة فحص للمحاريات بتسجل وجود 200 قفص سلطعون. وفكر هاثاواي إنه لازم يبلغ خفر السواحل بموعد مغادرة خلال 24 ساعة حسب لوائح ولاية ألاسكا. مكتب خفر السواحل استلم المكالمة وسأل الكابتن هاثاواي إذا كان يحب يعمل فحصاً طوعياً للثبات والالتزام بالسلامة. ده فحص سلامة بياخد 15 دقيقة عشان يتأكدوا إن عدد الأقفاص على المركب مش أكتر من العدد المسموح به في كتيب تعليمات الثبات. ده مش فحص إجباري، وهاثاواي رفض وقال إنه عمل الفحص ده الموسم اللي فات، وكمان عنده عدد أقفاص أقل على المركب دلوقتي. وفي الساعة 10 مساءً ديستنيشن غادرت كينغ كوف متجهة إلى داتش هاربور. في اليوم اللي بعده الساعة 6:30 مساءً يوم 9 فبراير كابتن سفينة الصيد إبرلين شاف ديستنيشن وهي داخلة داتش هاربور، وبسبب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من الرذاذ المتجمد هو تقلق من حالة تحميل السفينة. قال لواحد من طاقم السفينة يصور فيديو بالموبايل بتاعه: هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بتصدر توقعات الطقس عبر بحر بيرينغ وجزر ألوشيان مرتين في اليوم، مع تحذيرات من الرذاذ المتجمد بتغطي فترة من 48 إلى 72 ساعة. الرذاذ المتجمد هو رذاذ مياه البحر اللي بيتجمد على الأسطح الباردة وبيغطي السفينة بطبقة ثقيلة من الثلج. كتير من القباطين بيسمعوا التحذيرات دي وبيقرروا يستنوا لحد ما الظروف دي تعدي قبل ما يبحروا. هاثاواي ما استناش. الخطر على الطاقم اللي عندهم أقفاص الكابوريا على السطح هو إنه الرذاذ المتجمد بيتراكم على السلك الشبكي من كل الجوانب في كل قفص وعلى كل طبقات الأقفاص المترصة فوق بعض. ديستنيشن عادة بتشيل 200 قفص مترصين فوق بعض في 5 طبقات. بيسيبوا فراغ في نص السطح علشان يستخدموه كأنه نفق يقدروا يوصلوا منه لأغطية فتحات خزانات السمك رقم 1 و2 و3. الخزانين رقم 1 و2 مليانين مية بحر ومقفولين كويس. الخزان رقم 3 فاضي والغطا بتاعه مفتوح علشان يقدروا يوصلوا لغرفة الدركسيون من خلاله، وده شرط موجود في كتيب الاستقرار وقت المغادرة. لو فقدوا التحكم في الدركسيون وهما ماشيين في أماكن ضيقة لازم يكونوا قادرين يوصلوا لغرفة الدركسيون بسرعة. سفينة ديستنيشن بتربط عند منشأة التخزين البارد كلوستروبوير علشان تحمل طعم الحبار. واحد من طاقم سفينة صيد تانية اسمها أوشن روفر شاف على حسب اعتقاده عدد كبير من أقفاص الكابوريا متحملة على سفينة ديستنيشن وصورهم. من الساعة 18:30 لحد 19:00 طاقم السفينة حملوا 4 منصات من طعم الحبار، وده زود الوزن 3 طن كمان. بس فريزر الطعم في ديستنيشن يقدر يشيل 2.7 طن بس، وهم أصلاً معاهم 1.4 طن من طعم السردين. الطاقم حمل الباقي فوق أقفاص الكابوريا في نص السفينة، وده قرار تاني اتخذ بسبب ضغط الوقت. الساعة 7 مساءً ديستنيشن بتتحرك ناحية ترايدنت سي فودز. الكابتن هاثاواي نزل من المركب عشان يجيب جوان عشان يقدر يصلح تسريب العادم في المحرك الرئيسي. وأثناء ما كانت المركب مربوطة في منشأة ترايدنت سي فودز 2 من أفراد طاقم ديستنيشن السابقين زاروا المركب. مهندس ديستنيشن بيتكلم عن تسريب صندوق الحشو اللي بيفصل عمود المروحة عن البحر. المشكلة دي كانت مضايقاهم طول موسم القد وخلته يضطر يشفط المية من حوض غرفة المحرك كل 2 ساعات تقريباً. كلهم خرجوا مع بعض وهاثاواي اشترى لهم عشاء. أفراد الطاقم القدامى قدروا يشوفوا إن طاقم ديستنيشن باين عليهم التعب بعد شغل 24 ساعة متواصلة.
الساعة 11 بالليل. خرجوا من المطعم ورجعوا لمراكبهم. ديستنيشن. طلعت من داتش هاربر ورايحة على سانت بول عشان يخزنوا الطعم الزيادة قبل ما يتجهوا غرب ناحية مناطق الصيد بتاعتهم. وهم ماشيين طول الليل، أفراد الطاقم بيتناوبوا الوقوف للمراقبة في غرفة القيادة لمدة ساعة أو ساعتين. خلال الرحلة بين داتش هاربور وسانت بول هاثاواي، اتصل بكابتن سفينة ألوتيان ليدي كذا مرة بتليفون الأقمار الصناعية. ألوتيان ليدي هي سفينة صيد في نفس التعاونية مع ديستنيشن، وبيشتغلوا مع بعض وبيشاركوا الموارد. الكابتن هاثاواي اتأخروا على موسم الكابوريا لأنه كمل موسم القد لفترة أطول. كابتن ألوتيان ليدي بيقول إنه موسم الكابوريا ماشي ببطء، وهاثاواي خسر أياماً بالفعل وهو بيجمع طعم زيادة. الضغط بيزيد على هاثاواي. في الساعة 13:30 هاثاواي بيتصل بمدير الأسطول في ترايدنت سي فودز في سانت بول، وبيقول له إنه حيسيب 5 أو 6 منصات طعم للتخزين. ديستنيشن على بعد 14 ساعة من جزيرة سان جورج، وحتوصل سانت بول يا إما يوم السبت 11 أو الأحد 12. نظام التعريف التلقائي للسفينة أو AIS بيبين إنه المركبة ماشية على مسار 325 درجة ناحية جزيرة سانت بول بسرعة حوالي 8 عقد بعدما خرجت من ميناء داتش هاربور. AIS هو نظام تتبع بيبث هوية السفينة، موقعها، مسارها، سرعتها، وبيانات تانية للسفن المحلية ومحطات الشاطئ والأقمار الصناعية. في مرتين منفصلتين، مسار AIS بيبين إن السفينة قللت سرعتها، مرة لمدة حوالي 10 دقائق، والمرة الثانية لمدة حوالي 60 دقيقة، لما غيرت مسارها ل43 درجة وسرعتها قلت ل0.4 عقدة. لكن على بعد 17 ميل بحري شمال جزيرة سان جورج، مركب صيد سلطعون تاني اسمه بولار آيس كان ماشي في نفس الاتجاه، وهم بيواجهوا رياح سرعتها 35 عقدة وأمواج ارتفاعها 5 متر. وقفوا 4 مرات عشان الطاقم يكسر الثلج من على السطح بمطارق ثقيلة من النايلون. كل مرة يكسروا فيها الثلج بتاخد حوالي 5 ساعات، وكمان ما عندهمش أي أقفاص سلطعون على المركب. ديستنيشن عليها مصايد السلطعون. في الساعة 4:57 يوم 11 فبراير، هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أذاعت توقعات الطقس للمنطقة، وأصدروا تحذيراً لأصحاب القوارب الصغيرة من رياح شمالية شرقية ورذاذ متجمد طوال عطلة نهاية الأسبوع، ودي ظروف ممكن تكون خطيرة على القوارب الصغيرة. في الساعة 5 سفينة ديستنيشن عدت من الناحية الجنوبية الغربية لجزيرة سان جورج، مستخبية من الرياح وراء الجزيرة. فضلت ماشية في نفس الاتجاه وعلى بعد حوالي 2.5 ميل بحري من الساحل الغربي، وزودت سرعتها لحد 9 عقد باستخدام حماية الجزيرة. سفينة الصيد كليبر سيربرايز خدت ساتر من الرذاذ المتجمد في الجهة المحمية من الرياح في الجزيرة. الكابتن بتاعها شايف سفن تانية في خليج زبادني على جهاز AIS، وكلهم عندهم نفس الفكرة، هم مستنيين العاصفة تعدي. ديستنيشن مش هتستنى. في الساعة 5:55 ديستنيشن بتعدي نقطة دولنوي اللي هي الطرف الشمالي الغربي لجزيرة سان جورج. المياه عند نقطة دولنوي معروفة بظروف البحر الصعبة والرياح القوية. المد جاي من الجنوب والرياح جاية من الشمال الشرقي في الاتجاه المعاكس، وده بيخلي الأمواج تبقى حادة وتتكسر لما القوتين دول يتقابلوا. في الساعة 6:10 بعدما عدت نقطة دولونوي، السفينة ديستنيشن ما بقتش في الجهة المحمية من الرياح لجزيرة سان جورج. الرياح بتشد أقفاص الكابوريا المتجمدة زي الشراع، وده بيخلي السفينة تميل أو تتكعبل ناحية الشمال. عشان يعادل ده، أنا متخيل إن الراجل اللي ماسك الدفة لف السفينة ديستنيشن ناحية اليمين في اتجاه الرياح والأمواج. بس الساعة 6:12 بعد ما خلصوا اللفة، الرياح اللي جاية من قدام خلت السفينة تفقد سرعتها وبقت ماشية بسرعة 0.9 عقدة بس. التيار اللي تحت السفينة كان ماشي بسرعة 0.8 عقدة من وراهم، وده لغى تأثير المية اللي بتعدي على الدفة بتاعتهم.
ديستنيشن فقدت القدرة على التوجيه والمقدمة لفت وعدت في وش الرياح لحد ما السفينة اتدارت بالكامل. الساعة 6:13. الأمواج بتتنطر على سطح السفينة، لكن كل فتحات التصريف مقفولة بالجريد. باب الوصول للمخزن رقم 3 مفتوح، والمية بتغرق السفينة. أقفاص الكابوريا محملة زيادة، والطعم متخزن فوق سطح السفينة، والجليد الثقيل بيتراكم، والسفينة اللي وزنها كله فوق بتفقد توازنها. في خلال كام دقيقة السفينة بتتقلب وبتغرق. وأول ما مية البحر الباردة بتغرق أماكن معيشة الطاقم. غالباً الطاقم مش هيلحق يلبس بدلات النجاة الحرارية. صدمة المية الباردة ممكن تقتلك في أقل من 3 دقايق لو ما غرقتش الأول. من غير بدلة نجاة حرارية أو قارب نجاة، فرص نجاة الطاقم تقريباً معدومة. في الساعة 6:13 منارة الاستغاثة بتاع ديستنيشن بيبعت رسالة استغاثة. مركز قيادة خفر السواحل المنطقة 17 اللي موجود في جونو ألاسكا بيستقبل إشارة الاستغاثة من جهاز EPIRB. بعد دقيقة في الساعة 6:14 السفينة بتختفي من شاشة الرادار بتاعتهم. لا خفر السواحل ولا أي سفينة تانية شغالة في المنطقة سمعوا أو استقبلوا أي نداء ماي داي من ديستنيشن. مركز قيادة خفر السواحل حاول يتصل بالسفينة بس مفيش أي رد. في الساعة 6:44 منسق مهمة خفر السواحل بدأ عملية بحث وإنقاذ كاملة. هليكوبتر MH-60 من كول باي بتستعد للإقلاع، بس لازم يستنوا هليكوبتر تانية بسبب المساحة الكبيرة للمياه. الهليكوبتر اللي جاية من كول باي مش هتقدر تقلع غير لما الهليكوبتر اللي جاية من كودياك تكون على بعد 2 ساعة من موقعها. إجراء أمان لطاقم الطيارة في حالة واحدة من الطيارتين اضطر تهبط في المياه اللي شبه متجمدة. الساعة 7:45 طيارة HC-130 ذات الأجنحة الثابتة أقلعت من قاعدة طيران خفر السواحل في كودياك على بعد 495 ميل من آخر موقع معروف لسفينة ديستنيشن. الساعة 8:09 MH-60 بتحاول تقلع من كودياك علشان تكون مرافقة للهليكوبتر MH-60 اللي جاية من كولد باي، لكن الثلج بيتجمع في مداخل محرك الهليكوبتر وهي ماشية على المدرج. الطيار اضطر يرجع للهناجر علشان يزيل الثلج من مداخل المحرك. بعد نص ساعة الهليكوبتر اللي في كودياك بقت في السماء. مراكب الصيد القريبة كانت أول ناس وصل في المكان. الساعة 9:30 طاقم سيلفر سبراي لقوا حطام وبقعة زيت على بعد 3.9 ميل بحرية من آخر موقع معروف لديستنيشن حسب نظام AIS. بعد 20 دقيقة بيرينغ روز وصلت، بس بلغوا إن مفيش أي أثر للمركب. الساعة 10:13 بعد حوالي 2.5 ساعات طيارة خفر السواحل HC-130 ذات الأجنحة الثابتة عدت فوق جزيرة سان جورج. الهليكوبتر MH-60 اللي جاية من كولباي وصلت بعدها على طول. الساعة 11:40 الطاقم اللي على مركب سيلفر سبراي لقوا طوق نجاة عليه اسم سفينة الصيد ديستنيشن. الهليكوبتر MH-60 وصلت لآخر مكان معروف لسفينة ديستنيشن ولقوا جهاز EPIRB على بعد أقل من نص ميل بحري من جزيرة سان جورج. الهليكوبتر وجهت سيلفر سبراي لمكان الجهاز. الساعة 12:25 طاقم سيلفر سبراي انتشلوا جهاز EPIRB. في 14 فبراير وبعد أكثر من 3 أيام من البحث في مساحة 4972 ميل بحري مربع خفر السواحل أوقفوا عملية البحث. ما فيش أي ناجين. في 8 يوليو 2017 سفينة تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مسحت المنطقة القريبة من آخر موقع معروف لديستنيشن باستخدام السونار الجانبي. تم العثور على جسم يطابق وصف ديستنيشن مستقر على جانبه الأيسر وبيواجه الجنوب الغربي على عمق 78 متر في المية على بعد حوالي 6 أميال بحرية شمال نقطة ديلنوي. خفروا السواحل استخدموا مركبة تعمل عن بعد للتحقيق وأكدوا إن الجسم هو سفينة الصيد.
ديستنيشن. التيارات القوية منعتهم. إنهم يقربوا المركبة عن بعد كفاية علشان يفحصوا بدن السفينة بالتفصيل، لكنهم قدروا يسترجعوا قفص سلطعون. القفص وزنه 399 كيلوغرام، وده شامل المعدات اللي جواه. ده أكتر ب 82 كيلوغرام من حسابات الاستقرار. مع وجود 200 قفص سلطعون وحوالي طنين طعام على السطح، وتراكم الجليد بسرعة، سفينة ديستنيشن استحملت 4 دقائق بس من أول علامة للمشكلة لحد ما الإشارة اختفت. لو عايز تشوف كوارث أكتر دوس على الفيديو اللي ظاهر قدامك دلوقتي.